الزمن كان عمري 18 سنة، وكنت شاب طايش بمعنى الكلمة، وكنت من عائلة جدا على قد حالها، يعني من الآخر الدلع اللي أغلبكم فيها الحين ما كان عندي وقتها. كنت أنام أنا وأخواني الخمسة بغرفة واحدة وضيقة، ولكن أنا كنت أختلف عنهم كلهم. ليش أختلف عنهم كلهم؟ أنا أقول لك. أبوي كان متزوج حرمتين، أمي وحرمة ثانية اللي هي عمتي، يعني أمهم ما هي أمي، أنا من أمهم من أم ثانية اللي هي عمتي، وأنا كنت وحيد أمي. طيب وش تختلف فيه عن إخوانك؟ أنا بقول لك، عمتي كانت تجيب فلوس من عند أهلها وتشتري فيها ملابس وجوالات وعطور لعيالها اللي هم إخواني، وأنا ما كان عندي أي شيء، لا ملابس ولا جوال ولا عطور ولا أي شيء، لأن أبوي مساكين ما عنده يعطيني، يلا يجيب مصروف البيت. وأمي بعد كانت تستحي تطلب من أهلها، لأنها لو طلبت منهم بيقولون لها وش دخلنا فيك، اطلبي من زوجك، ليش نصرف عليك انت ولدك؟ فكانت مستحيل تطلب من اهلها لو يقطعنا الجوع، فعشان كذا كانوا اخواني متدلعين بفلوس خوالهم، وكانوا خوالهم يعتبرونهم مثل عيالهم، بينما انا كنت مساكين حافي منتف. حتى مصروف المدرسة كانوا اخواني ياخذون مصروف دبل مصروفي 4 مرات، واحيانا اداوم بدون مصروف. المهم ما اخفيكم اني كنت اغار من اخواني نوعا ما، ولكن الشيء اللي كان يقهرني انهم كانوا اذا طلعنا سوا يستحون يقولون لاخوياهم اني اخوهم، لاني حافي منتف ما عندي جوال ولا عندي شيء. المهم ان هذا الشيء اللي كان يقهرني بشكل غير طبيعي، فكنت اتجنب الطلعه معاهم عشان ما اسبب لهم احراج. وفي يوم من الايام جت عمتي حرمه ابوي اللي هي ام اخواني، وقالت لابوي تراني ابي انقل عيالي كلهم من المدرسه الحكوميه وادرسهم بمدرسه خاصه بفلوس وخير خوالهم، ماني ماخذه منك شيء. قال ابوي طيب خذي فلان معهم، يقصدني. قالت عمتي والله ودي، لكن الفلوس اللي عندي ما تكفي لعيالي. قال ابوي خلاص اجل من بكره ننقلهم للمدرسه الخاصه، وفلان اصلا اللي هو انا ما يبي يفارق اخوياه. وقتها عاد اخواني كلهم قاعدين يبوسون راس ابوي وعمتي ومستانسين وطايرين من الفرح، وانا ما اقدر اوصف لكم شعوري. اسوأ شعور ممكن تعيشه في حياتك، شعور بجيح. صحيح اني من بينهم ما عندي لا ملابس ولا جوال، ولكن ما عمري حسيت بنفس ذاك الشعور. طبعا انا وقتها كنت داخل ثاني ثانوي، واخواني فيهم اللي اكبر مني وفيهم اللي اصغر مني. المهم ذيك الليله رحت للغرفه واحاول ابكي، ماني قادر، احاول يمين يسار الدمعه ما هي راضيه تنزل، كنت بنفجر من داخلي، احس بداخلي قنبله تبي تنفجر، لكن تبي تنفجر داخل ما هي راضيه تطلع. المهم ذيك الليله ما نمت ولا بكيت، كنت زي الجماد. مر هذاك اليوم، ولكن ما مر نفس كل يوم، غير فيني اشياء كثير جدا. صرت ما اتكلم الا اذا احد سالني، ولا اسولف الا اذا احد تكلم معي في موضوع مهم جدا. تغيرت كل قناعاتي وافكاري، وخذيت على نفسي عهد وخذيت عليها يمين اني لا اشتغل بنفسي على نفسي لين اجيب فلوس تغنيني بعد الله. انا بعد ما نقلوا اخواني للمدرسه الخاصه وبقيت انا في المدرسه الحكوميه، كانوا يسالوني الطلاب وين اخوانك؟ وين راحوا؟ فكنت استحي اقول لهم راح المدرسه الخاصه، لانهم اكيد بيسالوني ليش ما رحت معهم. المهم بعدها باسبوع رحت لابوي وقلت له ما عادني مداوم. قال يا وليدي اخوانك يجوني ويفرحوني بمعدلاتهم العاليه، وانت تجيني تقول لي ما عاد تبي تدرس؟ وبنظره استغراب قال ليه ما تصير مثل اخوانك؟ وقتها عجزت اعبر عن اللي داخلي. طلعت فيه وقلت بابتسامة خفيفة الله اني خلقني كذا. المهم فصلت من المدرسة برغبتي واختياري، ورحت اشتغل في محل فواكه وخضار براتب بسيط جدا، ولكن بالنسبة لي كان يقضي الحاجة. وبعد مرور سنة تقريبا صارت مشكلة بين امي وابوي، وللأسف انها ادت الى انفصالهم عن بعض نهائيا. وقتها ما كنت متوقع ان الشيء هذا يصير ابدا، عشان كذا ما كنت حاسب حساب. اضطرت امي للاسف انها تروح تعيش عند اهلها، ولكن ما كانت تقدر تعيش يوم واحد بدوني، فاجبرتني اني اروح اسكن معها عند اهلها. رحت معها على اساس بيستقبلونا خوالي ويرحبون فينا، ولكن من يوم وصلنا عندهم شفنا نظرات عدم القبول في عيونهم، كانوا يتمنون ان الدنيا انقلبت ولا جينا. كانت اسوأ ايام حياتي. كنت اتمنى اني ارجع عند اخواني اللي يختلفون عني واعيش بينهم بدون لا جوال ولا ملابس ولا اي شيء، بس ما اقعد عند خوالي. كنت اذا رحت في اجازة الاسبوع عند ابوي وبعدها رجعت لخوالي عشان امي، يقولوا لي ليش جيت؟ وش سويت مع ابوك؟ وش سوى؟ وش يقول؟ وش صار معكم؟ ما اخفيكم اني ما كنت اقدر اتكلم او ارد من كثر القهر. كنت اصرف باي كلمة واروح، بمعنى الكلمة كانوا يحسسوني اني لاجئ. حسيت اني كنت عايش ملك عند ابوي. طبعا خوالي كانوا مقهورين اكثر شيء مني انا، كان جزء من تفكيرهم يقول ليش ابوي عايش ومبسوط وهم منتشبين فيني ومسكنيني عندهم. المهم مع هذا كله اجبرتني امي اني اسكن عندهم تقريبا شهر كامل، وكنت دايم احاول فيها انها تطلع معي ونروح نعيش لحالنا، ولكن ترفض. وبعد فترة رحت لها وقلت لها يمه انا كبرت واقدر اتحمل المسؤولية، ورحت استاجرت بيت وزينت كل شيء،
وقلت لها يمه خلاص ما بقى إلا انك تمشين معي ونروح نعيش لحالنا، والحمد لله وافقت. بعدها بفترة تخرجوا اخواني الخمسة من المدرسة الخاصة بمعدلات عالية جدا، وكل واحد منهم سواله حفل تخرج. وقتها قلت بنفسي وين انا رايح بهذه الدنيا؟ اخواني كلهم تخرجوا بمعدلات عالية وصار عندهم شهادات، الا انا لا شهادة ولا اي شيء. وش بسوي في مستقبلي؟ الوظيفة اللي انا فيها ما راح تكفيني بعد ايام. وبديت افكر بمشروع خاص فيني. وبيوم من الايام جاء في بالي مشروع. قلت بما اني انا وامي لحالنا ساكنين بالشقة والشقة كبيرة علينا، ليش ما افتح بوفية بطرف الشقة اللي انا ساكن فيها؟ وفعلا بديت اجمع لين جمعت لي مبلغ بسيط، ورحت لصاحب الشقة وكلمته وقلت له عن اللي ابي اسوي. كان صاحب الشقة شخص جدا طيب ويراقب الله في كل شيء يسوي، يعني من الاخر رجال اجودي شر من يسمع. وغير كذا كان تاجر وراعي منصب ومشاريع تارس البلد. المهم قال لي ابد دامك تبي تترزق الله اشتغل وسوي في الشقة اللي تبي، واذا احتجت شيء انا بالخدمة. قلت له ما قصرت، وفعلا رحت وهديت جدار الشقة اللي من جهة الشارع، ورحت وجبت لوحة للمحل وضبطت كل شيء. ولكن فجأة وانا قاعد مع العمال اللي يشتغلون ويكسرون الجدار، جاني واحد من العمال ومعه شنطة سودة كبيرة يلا يشيلها. قلت له وش ذي الشنطة؟ قال لي ما ادري، لقيتها تحت الجدار وانا قاعد اكسر، لانه كسر تقريبا متر كامل تحت الارض. المهم اعطاني الشنطة يفكر انها شنطتي لانه لقاها في بيتي. طبعا الشنطة ما هي لي ولا ادري من هي له، وواضح عليها انها قديمة مرة. قلت مالي الا افتحها عشان اعرف ايش اللي فيها، وانا اقول بسم الله وافتح الشنطة. وكانت المفاجأة الشيء اللي ما عمري تخيلت انه يكون بين يديني. لقيت بالشنطة فلوس تارس الشنطة من اولها لاخرها، وكانت كلها من فئة الرجل. تعرفون الرجفة اللي تجيك اذا سويت جريمة؟ الزبدة انها جتني. قفلت الشنطة واحطها بغرفتي، واروح واقفل غرفتي بالمفتاح، ورحت للعمال اللي كانوا يشتغلون وقلت لهم روحوا، وقعدت لحالي افكر مين صاحب الشنطة. اكيد ان اللي حطها هنا حطها وكان يبي يرجع لها ولكن ضيع مكانها. المهم فجأة جاء في بالي صاحب العمارة اللي انا ساكن فيها. قلت بس ما في غيره، هو صاحب العمارة والشنطة لقيتها في بيته، يعني هو اولى بالفلوس مني. والله وانا اخذ الشنطة واتصل فيه وانسق معه موعد عشان اجيه في بيته. رحب بي وضيفني وقلت له سم. اول ما شاف الشنطة فز من محله وقال وش ذا؟ قلت ما ادري، افتحها وشوف وش داخلها. هذه لقيتها تحت الجدار اللي قلت لك بهده. ابتسم وقال فيها فلوس صح؟ قلت اي نعم، كنت متوقع انها لك عشان كذا جبتها لك. قال لي جملة ما انتبهت لها زين. قلت لبيه؟ قال اقول والله انها حلالك. قلت وش هي؟ قال الشنطة واللي فيها حلالك وانا ابوك. انصدمت. طبعا انا ماني متعود اخذ من احد اي شيء حتى لو انها هدية. رفضت وقلت له يا والد ما هو قاصرني شيء، والفلوس فلوسك ماني ماخذ منها ريال واحد. وجيت بمشي ناظرني بابتسامة عميقة وقال يا ابوك هذا ما هو بعطاي. قلت اجل عطى من؟ قال هذا عطى الله. تبي ترد عطى الله؟ احرجني بكلامه وما عاد صار عندي شيء اقوله. خذيت الشنطة وشكرته. قال يا وليدي الفلوس يعطيها الله طيب النفس وخبيث النفس، لكن الامانة اللي فيك ما يعطيها الله الا طيب النفس. قلت والله ما ادري كيف اطلع من جزاك يا والد، ومشيت من عنده وانا شايل الشنطة والمبلغ الكبير معي. يوم وصلت عند الباب سمعت صوت يقول طالبك. التفت ولا هو الشايب. قلت بعد كل اللي اعطيتني اياه يا والد وتطلبني؟ انت امر لا تطلب. قال ما تردني؟ قلت والله ما ردك، ما يردك بعد اللي سويته الا ردي. قال تكفى وانا ابوك لا ترد هالشيبات، خذ الشيكين ذي ولا تطالع ولا تقرا كم فيهم، راح اصرفهم واعتبرهم هدية من ابوك. جيت بتكلم بقول شيء قال تراك حالف ما تردني، مو بنت اللي تقول ما يردني الا الردي. قلت يا والد المرة الاولى شكرتك، لكن الحين والله اني عاجز عن شكرك. وخذيت المبالغ الثلاث كلها وطلعت من عنده. كانت لحظات أشبه بالحلم، كنت أخاف أتفاجأ أنه حلم. رحت عند أمي وحطيت كل الفلوس اللي بالشنطة مع الشيكات بين يدينها، وقلت هذا عطى الله يا ميمتي، هذا عطى الله. بعدها طبعا رحت للبنك وصرفت الشيكات، وأكيد أغلبكم الحين يبي يعرف ومتحمس كم المبلغ اللي كان في الشنطة وكم المبالغ اللي في الشيكات. بما أني أعطيتكم الأرقام في بداية الفيديو فراح أعطيكم الأرقام الحين بعد عشان تعرفون ثمن الأمانة ومراقبة الله في كل شيء. المبلغ اللي كان في الشنطة هو 2,500,000 ريال، والمبالغ اللي كانت في الشيكات كملتهم وصاروا كلهم 10 مليون ريال. طبعا تذكرون البوفية اللي كنت بفتحها؟
كنسلت عليها خلاص، صار عندي 10 مليون، وقررت اني افتح مطعم كبير ولكن بنفس اسم البوفية اللي كنت بفتحها. وفعلا فتحت اول مطعم من سلسلة مطاعم اللي كلكم حاليا تعرفونها، وحبة حبة الحمد لله توسعنا خلال سنتين لين صارت سلسلة مطاعمنا من اوائل المطاعم على مستوى الشرق الاوسط. والحمد لله على كل حال. ان شاء الله تكون القصة فادتكم اكثر من انها عجبتكم. وابي اعطيك نصيحة اخيرة، فكر ثم اشتغل واشتغل واشتغل، وصدقني الله اذا شافك تجتهد وتشتغل بصدق وامانة بيرزقك ويعطيك، واذا اعطاك اغناك عن كل خلقه. هذا هو كان جواب سؤالكم، كيف كونت كل هذه الثروة وصرت تاجر؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.